الاي بي ايز من اهم المفاهيم المهمه جدا في مجال السوفت وير، ومن المفاهيم اللي ناس كتير ما بتبقاش عارفاها بشكل كويس. تعالى نشرح كده وناخد مثال بسيط قوي. لو انا عندي ابلكيشن زي الفيسبوك، الابلكيشن دوت اقدر استخدمه من خلال الاندرويد او من خلال الايفون او من خلال الويب، يعني افتحه عن طريق البراوزر. هتلاقي الابلكيشن دوت في الاخر لازم يكون راجع لداتابيز واحده، كل الكومنتس والبوستس اللي موجوده هنا او اللي بتشوفها هنا هي في الاخر جايه من قاعده بيانات واحده. هل الابلكيشنز دي بتتعامل مع قاعده البيانات بشكل مباشر؟ يعني هل لما انت تيجي تعمل كومنت على الايفون على سبيل المثال ده بيروح يتسيف في الداتابيز بشكل دايركت؟ الحقيقه لا، دايما بيكون في لاير او بيكون في واجهه ما بين الفرونت اند وما بين الباك اند. الفرونت اند هنا قصدي بيه الاندرويد والاي او اس والويب ابلكيشن، مش بس الويب ابلكيشن. الواجهه او اللاير ديت هي الاي بي اي. فاحنا بعد ما بنخلص الباك اند او بعد ما نخلص الداتابيز بتاعتنا بنعمل ليها واجهه، بنعمل ليها انترفيس، وعن طريق الواجهه ديت بيبدا الفرونت يتعامل معاه. فخلينا اديك مثال بسيط قوي. لو انا مثلا في الاي او اس عملت كومنت، الكومنت ده مش هيروح بشكل مباشر للداتابيز، هو هيروح الاول للاي بي اي، والاي بي اي هي اللي هتبقى مسؤوله انها تاخد الكومنت دوت وتسيبه جوه الداتابيز. وعشان كده الاي بي اي اختصار لحاجه اسمها ابلكيشن بروجرامينج انترفيس، هي واجهه برمجيه لبرنامج معين. البرنامج دوت قصدنا بيه هو الداتابيز. مش دايما الاي بي اي تكون وسيله لتواصل ما بين جزئين في نفس الابلكيشن، هي ممكن تكون وسيله للتواصل ما بين تو ابلكيشنز مختلفين تماما عن بعض. الاي بي ايز من اهم المفاهيم اللي محتاج تتعلمها في السوفت وير. قول لنا مثال على اي بي ايز عملتها او استخدمتها قبل كده.